السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على المباراة اللي لعب فريق الوداد البيضاوي مع الترجي، ونحاولوا نهضروا حتى على المباراة المقبلة. المباراة اللي لعب فريق الوداد البيضاوي نهضروا على الإيجابيات ديالها والسلبيات ديالها، وكانوا فيها الإيجابيات أكثر من السلبيات كانت قليلة، ولكن نحاولوا نكونوا إيجابيين. دخل فريق الوداد البيضاوي بالتشكيلة اللي عرفنا الجميع. مواطيب حراسة المرمى، كل من العملود وعطية الله في الظاهرين، والتشكيلة كان عندي تحفظ هو على لاعبين اللي ما كان اللي اظن غيكونوا في البداية ديال المباراة. ونجم واحناش كنت كنتمنى يكون حيموت في البداية، و ونجم ما فهمتش، يعني ما صعيبة المباراة، صعيبة ماشي سهلة وماشي ديال ونجم. ونجم اللياقة ديالو قسات بزاف، وهاد المباراة كانت قوية عليه، ما كانش يدخل بيه، هذا واقع. المهم اللاعبين دخلوا في المباراة، سيطروا على المباراة كليا بالطول وبالعرض. لاحظنا ان فريق تونسي ركن للوراء وبقى واقف كيتسنى. دار واحد حاول الفريق التونسي، ضيعوها في الدقيقة 6، يعني كان واحد المرتد. ولكن مجمل القول ان الفريق التونسي كان كيركن للوراء بالكامل. فريق الوداد سيطرة كاملة على المباراة. كان عندنا مشكل هو كنلعبوا كرة في الوراء، وملي كندخلوا بها ما كنكملوش الكرة في الارض، كنهزوا الكرة، وهذيك اللي كنهزوا الكرة كتكون سهلة بالنسبة للمدافعين ديال الترجي، لانهم مدافعين طوال. سهلنا عليهم الامور، يعني دخلنا بالكرة واحد اثنين كان يكون افضل، وغادي ندخلوا حتى للمربع. ولكن هذيك الكرة ملي كنهزوها كان كذا، كتكون ساهله بالنسبه لهم، وعندهم قامات طويله كانوا كيقطعوا كواري. في الشوط الاول تميز بهذه الصوره، كان تاحوا لنا بعض الفرص، منهم الفرصه ديال العملود اللي كانت تمريره من عطيه الله، كان واحد المرتد سريع. عطيه الله يتجاوز جوج ديال اللاعبين وكيمرر تمريره ممتازه العملود اللي ما شدش فيها، يعني الطريقه باش كان بغى يضربها ماشي هي هذيك، ومشات الكره قريبه من المرمى. هذيك كان هدف محقق، كان يغير بزاف ديال الاشياء. ولكن ما عندنا ما نقولوا، مشات النتيجه بصفر صفر في الشوط الاول. الشوط الثاني شفنا فطل لهذا الشيء غيروا مع الدخله ديال الشوط الثاني. الشوط الثاني بقات السيطره ديال فريق الوداد البيضاوي، بقيت الوداد غادا مسيطره على المباراه حتى الوقت. اللاعب ديالنا لاعب ابو سفيان اللي جاتو كره في الجهه اليسرى، دار تمويه ورجع بالكره ديالو على رجلو اليمنيه، وهز كره اللي كانت دائريه جميله، مشى معاها شرقي البحري ما مساش، كره دخلات، كان هدف رائع. مباشره من وراء هذه الكره هذه كتجي كره جميله ديال تمريره ديال عطيه الله الشرق البحري اللي ضربه راسيه. دوماج هذيك الكره ما تسجلاتش، اللي ضربت لبرا. كانت تكون يعني ما بين الهدف الاول والهدف الثاني كانت تكون المباراه كانت قويه ما سهلاش. والنتيجه كنا نتمناو تكون هذيك الكره ديال العارضه تكون في الشبكه، تكون 2-0، ولكن 1-0 راه افضل من 0-0، افضل من 2-1. لو كون مشات كاع المباراه الصفر صفر غادي نقولوا كما كان الحال، راه ما تسجلش علينا، وراه باقي المباراه بقات 90 دقيقه في تونس، ورحنا غنلعبوا الحظوظ ديالنا. الان احنا غاديين معنا غنمشيو معنا بانتصار، كما كان الحال انتصار. خصنا غير نعرفوا كيفاش نسيروا المباراه. هادشي اللي كاين. المباراه على العموم كانت قويه. فريق الوداد البيضاوي يعني لازم نعرفوا الاكراهات اللي كانت كل 3 ايام مباراه ماشي سهله، مع زائد السفر، يعني ماشي سهل هادشي. بالنسبه لافريقيا كاين البعد، يعني كل 3 ايام وسفر وهذا فصعيب. برافو اللاعبين، يعني اللياقه البدنيه ديالهم يعني راه ماشي ساهل باش تلعب هذه المباراه هذه. ما نساوش فريق تونس راه كان كيركن للوراء، الفريق الوداد هو اللي كان كيتحرك.
يعني باش تلعب 90 دقيقة بهذا النيفو ماشي ساهل. كنشكروا اللاعبين كنقولوا لهم باش يزيدوا يخدموا ويزيدوا ان شاء الله يكونوا في المباراة الأخرى غادي تكون أكثر من هذه. غادي خصهم يعرفوا كيفاش يسيروها إن شاء الله. المهم نبقاو في هذه المباراة هذه. المباراة كانت قوية ما كانت سهلة. الوداد دارت مباراة مزيانة صراحة. اللي كاين هو كنشكروا الدراري كنشكرهم بزاف. واللي كنتمناو دابا ندخلوا المباراة اللي ماجية إن شاء الله نهار الأربعاء، لأن ما كاينش الوقت. الحد الاثنين ثلاثة يعني ما الدراري ما غادي ترينيو ما غادي فهمتي. كاين إزالة العياء صافي وغادي تدخل المباراة نهار الأربعاء إن شاء الله مع السفر لتونس وهذا. وكنعرفوا مباريات اللي كتكون فراديس ما كتكونش سهلة. كنعرفوا التوانسة شنو كيديروا. وكنتمنوا اللاعبين ما يدخلوش في هاد المشاكل وهذه، يخليوها هما غير في كونسونطراو مع المباراة. هذا هو اللي بغيت انا. ويدخلوا ويلعبوا بدون مركب نقص. راه الوداد عندها لاعبين عندهم تجربة كبيرة، يعني كاينه تجربة كبيرة، يعني ما عندناش نقولوا راه غادي يكون شي مركب نقص. يلعبوا المباراة ديالهم ويحاولوا يسجلوا هدف. يعني الا سجلتي هدف صافي غادي تضيع الاحلام ديال التوانسه. هذا واقع. حنا كنعرفوا بلي هدف خارج الميدان كيسوى يعني الكثير. كيف شفنا التصريحات ديال اللاعبين ديال التوانسه اللي كانوا كيقولوا ديال الترجي، اللي كانوا كيحاولوا يظاهروا بانهم راضين على النتيجه وانهم حققوا داكشي اللي كانوا باغيين، يعني 80% وصلوا لداكشي اللي بغاو. ولكن هي فرحه مزيفه. لازم ما ندخلوش معاهم في هذا سميتو. نركزوا على المباراه ديالنا. عندنا الحظوظ ديالنا كامله. الحظوظ ديالنا كامله ان شاء الله باش نديروا معاهم تمايا نتيجه ديال التعادل باش ما كان. وحتى الا انهزمنا بجوج لواحد حنا مأهلين. حنا بامكاننا نديروا نتيجه ديال 0-0 1-1 نمشيو معاهم فاش ما نسجلوا ان شاء الله برا غنسجلوا. فرق الوداد قادر على التسجيل تما. هذا واقع. والوداد عندها كل الامكانيات ان شاء الله باش تجيب التأهيل من تما ان شاء الله. ما عدا الا كانت شي حاجه في الكواليس. هذا هو اللي هذاك الشيء راه معروف راكم عارفين. اما الا لعبات الكره في الميدان راه حنا اقوى منهم بكل صراحه. وهذا اللي غادي نقولوا انه نتمنوا الوداد ان شاء الله يعود لنا بانتصار من تما والتأهل ان شاء الله للمباراه النهائيه. لان احنا محتاجين لهاد كيف كتعرفوا الضياع ديال ذاك العام النهائي ديال العصبه. كنتمنوا باش يعوضوا لينا ان شاء الله هذا العام. يجيبوا لنا السوبر ليغ يا ربي. وهي اول نسخه. ما كرهناش نفوزوا بها ان شاء الله. وما تنسوش تفعلوا الجرس وديروا لايك. هذا فضلا وليس امرا من فضلكم. شكرا.